في هذا الصالون المختص بالوشم أو التاتو كما يطلقون عليه، والذي يقع وسط مدينة بعقوبة، ينتظر العديد من الشبان لساعات للحصول على ما يريدون، ولأجله يتحملون وخز الإبر وآلامها، ويدفعون مبالغ قد تصل لمئات الدولارات من أجل صور أو عبارات وأسماء تنقش على الأجساد لأحبة فقدوهم أو نجوم يعشقونهم دوما، ميسي ونيمار ورونالدو أو القيصر كاظم وغيرهم الكثير. يعني هنا نشتغل كله على الحجز احنا. هيك يعني يحجز ورا 3 أيام 4 أيام يلا يوصل السرعة. يطلبون يعني مثل صورة شهيد أخوه أو والدته، أو يعني صورة فنان أو لاعب المنتخب، يعني حسب. باقي الدول الأوروبية هاي فالشي عندهم يعني شيء عادي وبسيط وهاي، بس هنا شوية لا يحسونه فالشي غريب. محمود الذي نقش على جسده شعار ناديه المفضل برشلونة يقول عن تحمله أوجاع الوشم وتكاليفه المادية بأنه شيء بسيط، وهو الذي يقطع المسافات ما بين القارات لحضور مباريات ناديه المفضل. اشتغلت شعار برشلونة رسم وكتابة برشلونة باللاتينية، ورسمة بسيطة عبارة عن جناح واحد واسم والدتي بصبع هنايا، وحسب الشخص حسب شو يحب هو يوشم على جسمه يوشم. وانا مفكر يعني اوشم صورة ميسي هم بظهري، بس اريدها تجي صورة مطابقة 100% يلا اسويها. تخيل عبرت 5 دول او 6 دول، انا راح اشوف لعبتهم، رحت وشفتها وتحققت امنيتي. ظاهرة الوشم التي تطورت آلاتها كثيرا ليست بالجديدة على العراقيين، خاصة النساء، لرد الحسد أو الزينة، وكانت تسمى عاميا بالدقة. لا هسه مسألة طبيعية عادي، وين ما تروح يا شاب تشوفه موشم. عندنا ب$1000، عندنا أشكال هيك، يعني عندنا من 50 وفوق. والله شجرة وطيور 4 تعني المحبة والسلام، يعني حاطها ببالي من زمان وشغلة حلوة مرتبة. يتحملون أوجاعا وآلاما كي يستذكروا أحبة لهم فقدوهم ونجوما يعشقونهم على الدوام برسومات وأسماء يطلقون عليها الوشم أو التاتو. من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، هادي العنبقي، الحرة.